يوم من الأيام تكلمت في أحد المساجد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبعدين تكلمت عن الاستغفار. جاني شاب بعد الكلمة قال لو سمحت يا شيخ أبغاك في موضوع. قلت تفضل. قال أنا يوم من الأيام تنومت في المستشفى، كان عنده إصابة. يقول فترة وجوده في المستشفى كان فيه ممرضة تغير له وتعتني فيه وزي كذا. يقول في الحقيقة حبيتها. يقول وطلبت منها الزواج ورفضت. يقول بعدين خرجت من المستشفى وما أدري يا شيخ الآن إذا لزمت الاستغفار أتزوجها ولا ما أتزوجها. ولا أنا أبغى أتزوجها. قلت له أنت من زمان يعني الموضوع هذا؟ قال يعني قديم شوي. قلت كم جلست المستشفى؟ قال 3 أيام. قلت ما شاء الله 3 أيام على طول كذا؟ قال والله يا شيخ حبيتها وأبغى أتزوج. قلت له طبعا أنت تعرف بيتها، تعرف فين ساكنة؟ قال لا أعرف المستشفى اللي هي فيه. قلت له طيب أنت الآن ما شاء الله الصلاة تصلي يعني ما شاء الله وزي كذا، لكن إلزم الاستغفار، إلزم الاستغفار وإن شاء الله ربي يزوجك إياها ويزوجك أحسن منها. قال لا أبغاها هي يا شيخ. فطبعا إيش تتوقعون؟ لازم الاستغفار؟ تزوجها ما تزوجها؟ طبعا أنا ما أدري حقيقة إيش صار، لكن لو لازم الاستغفار تتوقعون يتزوجها ولا ما يتزوجها؟ إيش رأيكم؟ لو لزم الاستغفار يا أحبة الله سبحانه وتعالى راح يجعل له من هذا الهم فرج. يتزوجها، يتزوج غيرها، يكرهها، يأتيها الله سبحانه وتعالى بوحدة أفضل منها. المهم أن الله سبحانه وتعالى راح يخرجه من الهم اللي هو فيه والكرب اللي هو فيه. لذلك قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق. صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حتى أنت عندك مشكلة تبغى تتزوج، تبغى أي شيء، الزم الاستغفار، لكن لا تقول متى ولا كيف. متى إلى متى أستغفر؟ إلين الله يحل أزمته. اليوم، بكرة، بعد شهر، بعد أسبوع، الزم الاستغفار. كيف؟ لا تقول كيف. الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب ولا تتوقع، ومهما كانت الأسباب مقطوعة الله قادر سبحانه وتعالى. فقط الزم الاستغفار.